الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب نبدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، دينه أي دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دينه الإسلام، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه شرعت عليه لما استقر بمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وأنه عاش 10 سنين في المدينة ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ذكر أن الدين باق، لو توفي النبي صلى الله عليه وسلم فدين الإسلام باق. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر اختصه الله عز وجل بالرسالة وبعثه بالنذارة، ثم لما أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأتم الله عز وجل به الدين، جاءه ما يأتي البشر وهو الموت فتوفي، ودين الإسلام باق إلى قيام الساعة. قال: وهذا دينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل. نعم، لا خير إلا ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، كما جاء قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما أو أذكرنا منه علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من شيء إلا وحذرنا منه، من شر إلا وحذرنا منه، ومن خير إلا ودلنا عليه. والخير أي أعظم خير الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. الخير الذي دل عليه التوحيد، فهو أساس الدين، ولا يصح الإيمان إلا به، ولا يصح إسلام العبد إلا بالقيام بالتوحيد. وجميع ما يحبه الله ويرضاه، هذا جميع ما يحب الله ويرضاه هذا خير، وهو دلنا وقد دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشر الذي حذرها منه أي حذرنا منه عليه الصلاة والسلام، حذر أمته منه الشرك، وهو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، الشرك بالله عز وجل. فمن أشرك بالله عز وجل لا يقبل معه عمل، من أشرك بالله عز وجل لا يقبل معه عمل، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ابن جدعان أين يكون؟ هل يدخل الجنة؟ قال: لا، هو في النار. قالت: كان يصل الرحم ويقري الضيف ويعين الملهوف وغير ذلك، كرم الضيف. فقال: إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي، أي لم يوحد الله، كان مشركا. فلا تنفع الأعمال، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا عمرة ولا زكاة ولا أي عمل مهما كثرت، ولو كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله يذكر الله دائما ليل نهار وهو مشرك بالله، لا تنفع هذه الأعمال، لا تنفع هذه الأعمال. ولو كان عابدا زاهدا، إذا كان مشرك بالله لا تنفع الأعمال، لا تنفعه الأعمال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في هذا، لكن بين الله عز وجل أنه مع عظيم مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأنبياء، قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبط جميع الأعمال. وقال الله عز وجل بعدما ذكر جملة من المشركين من الأنبياء، بعدما ذكر جملة من الأنبياء والرسل، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا هؤلاء الرسل، وحاشا أن يقعوا في الشرك، لكن يبين الله عز وجل أنه مهما بلغت الأعمال ومهما بلغت المنزلة في العبادات، فإن الشرك يحبط جميع الأعمال، فهو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب. قال: وجميع ما يكره الله ويأباه، جميع ما يكره الله ويأباه هو حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعثه الله إلى الناس، قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع ثقلي الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، هذا مما خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميزت أو فضلت على الأنبياء ب6، ومنها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن على ما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كان من أصحاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذه من خصائصه. قال: وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم،
فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله عز وجل به الدين. والدليل هذه الآية، وهي نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة، كما جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن أنزلت عليكم آية لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر بن الخطاب والله لقد نزلت في يوم عرفة وفي يوم جمعة، في يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أكمل الله عز وجل به الدين، فما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دينا بعده، فما لم يكن دين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دينا بعده. فلا يأتي أحد ويقول هذه عبادة، هذا عمل خير، هذا لا، ما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يكون دينا. فالدين كامل لا يحتاج إلى أن تأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين وأن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين، وأما ما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بدين. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، بعدما ذكر أنه مات قال توفي، أخذ على هذا عشان ثم توفي. وكما قلنا من عادة المؤلف أن يأتي بالكلام ثم يأتي بالدليل، الدليل على موته. النبي صلى الله عليه وسلم مات، دليل على موته قال قوله تعالى إنك ميت، الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال حيا، يعني أنك ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر فقال من يقول أن محمدا قد مات سأضرب عنقه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجرة عائشة فرفع القطاع عن وجهه فرآه قال فداك أبي وأمي، وبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج فقال إنك قد مت الموتة الأولى ولن تموت بعدها، هي موتة واحدة. فخرج إلى الناس رضي الله عنهم فصعد المنبر، وعمر يقول يعني من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأضرب عنقه، فلم يكلم عمر. وصعد أبو بكر إلى المنبر ثم خطب ثم قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فعند ذلك وتلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أو قول الله عز وجل إنك ميت. قال عمر كأني لم أسمع الآية إلا يومئذ. عند ذلك سكن وهدأ عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، هذا مسألة البعث بعد الموت. فيعني قد جاء معنا هذا في يعني لمعة الاعتقاد، ذكرنا هذا، وهذا يعني ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل واتفقت عليه متفق عليه في جميع الأمم، في جميع الأمم، لأن يعني الخلق يبعثون ويحاسبون على أعمالهم، يحاسبون على أعمالهم. والأدلة كثيرة في كتاب الله كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الناس يبعثون بعد الموت، ومن كذب بالبعث كما سيأتي كفر. هذا كفر، إنكار البعث كفر بالله عز وجل. وهذا أيضا مقتضى الحكمة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، لأن في الدنيا هناك من هو ظالم وهناك من هو مظلوم، وهناك من هو عمله صالح وهناك من عمله سيء، فإذا ماتوا لا يبعثوا لا يحاسبون من أعمالهم، هذا ليس من الحكمة. واقتضت حكمة الله عز وجل أن الله يقضي بينهم، فيأخذ للمظلوم من الظالم، يأخذ حق المظلوم من الظالم، ويعني المحسن يجازي على إحسانه، والمسيء يعامله على إساءته، يعذبه بسبب إساءته. فهذا مقتضى الحكمة. قال الله عز وجل فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والأدلة من السنة أيضا كثيرة. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. لماذا يبعثون؟ لماذا يبعثهم الله عز وجل؟ ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم التي عملوها في
الدنيا، في الدنيا. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بعد البعث محاسبون، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. متى يكون الوفاء؟ يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والأدلة أيضا كثيرة، من يعني في سورة القارعة: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وغير ذلك من الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الجزاء على الأعمال ومحاسبة العباد. وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها أن العباد يحاسبون على أعمالهم يوم القيامة. ومن أنكر البعث كفر. زعم الذين كفروا، وصفهم الله عز وجل بالكفر. لماذا؟ أن لن يبعثوا، أنهم يقولون: نحن لا نبعث، إنما يعني هي موتتنا الأولى. قالوا: إنما نموت ونحيا، أي في الدنيا فقط، لا نبعث يوم القيامة، وما نحن بمبعوثين، ما هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبعوثين. فوصفهم الله عز وجل بأنهم كفار. فالإيمان بالبعث من الإيمان باليوم الآخر، مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. كل ما يعني يحصل بعد الموت هو يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كما تقدم معنا وكما مر معنا أيضا في مسائل لمعة الاعتقاد. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أرسل الله يعني الرسل مبشرين بطاعته، أن من أطاع الله فإن له الجنة، ومنذرين من معصية الله، ومن عصى الله من أشرك بالله فإن له النار، فإن جزاؤه النار. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة ومنذرين من النار، منذرين من النار. وكذلك حجة، تقوم على الناس الحجة، لكي لا يقول الناس لم يأتي إلينا رسول، بل أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. قال: وأولهم نوح، أي أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. قوله عليه السلام وآخر محمد صلى الله عليه وسلم يعني مسألة اختلف العلماء، والصحيح أنه يصلى على جميع الرسل، وصلى الله عليه وسلم. نوح صلى الله عليه وسلم، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو خاتم النبيين، أي النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل قوله تعالى، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. وأول نبي هو آدم، أول نبي هو آدم، وأول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. والدليل يعني قول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكذلك حديث الشفاعة، فيأتون الناس إلى نوح ويقولون: يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. هذا فيه الدليل على أن أول الرسل هو نوح، وآخرهم محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا تحب أن تكون بمنزلة هارون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأنه لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أساس دعوة الرسل، هذا هو يعني الإسلام الذي بعثت به جميع الرسل، بعثت به جميع الرسل، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء يعني ديننا واحد وأبناء علات، يعني شرائع مختلفة لكن الدين التوحيد واحد. كل رسول أرسله الله عز وجل يقول لقوم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح، هود، وغيرهم من الأنبياء والرسل. وقال: والدليل كما ذكر أيضا المؤلف: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله
إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الله لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا يعني يعني هذه الأدلة على أن الرسل دعوتهم أصل دعوتهم واحدة، وهو دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. أما الشرائع فمختلفة، شرائع تختلف، شريعة موسى عن شريعة نبينا، عن شريعة يوسف، عن شريعة إبراهيم، الشرائع تختلف، الشرائع تختلف. فقد كان يعني التحية مثلا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام أن يسجد، يسلم عليه يسجد. أما شريعتنا فمحرم السجود لأحد إلا لله عز وجل. لو كنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، هذا يعني مسألة التوحيد، الكفر بالطاغوت أي ألا نشرك بالله عز وجل بالطاغوت. سيأتي يعني ذكر ابن القيم ما معنى الطاغوت. قال الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثير رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. وهذا يعني من أحسن التعريف ما عرف به ابن القيم رحمه الله تعالى، ما عرف ابن القيم رحمه الله تعالى به الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي أن يتجاوز حده، مثل أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تجاوز الحد، لا يجوز. أو تعبد الملائكة أو الجن، لأنه لا يعبد أحد إلا الله عز وجل. أو يتبع، مثلا يتبع العالم في كل أقواله، الخطأ والصواب نتبعه، هذا خطأ تجاوز للحد. الذي يتبع هو من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما من بعده من العلماء فيتبعون ليس لأشخاصهم إنما للحق الذي معهم، فإذا خالفوا الحق لا يقبل منهم الباطل فنرد. وكذلك يعني الطاعة يعني التجاوز، مثلا في مسألة طاعة ولي الأمر أن تتجاوز الحد فيعني نطيعه في المعصية، لا يجوز. طاعة ولي الأمر واجبة، ومن أصول أهل السنة والجماعة الذي يتميز بها عن أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع. ما أحد قائم بهذا الأصل إلا أهل السنة والجماعة، ما أحد يقوم بهذا الأصل، أصل طاعة ولي الأمر، إلا أهل السنة والجماعة. أما غيرهم من أهل البدع والخرافات لا يقومون بهذا الأصل، ولو أظهر بعضهم مثل الصوفية يظهرون أنهم يعني يطيعون ولي الأمر، ولكن الأصل أنهم لا يطيعون ولي الأمر، وعندهم يعني نزعة الخروج على ولي الأمر، ولكنهم فقط يتحببون لأجل أن يعني ينشروا مذهبهم أو غير ذلك، ولو عندهم سلطة لخرجوا على ولي الأمر مباشرة. فما أحد يقوم بهذا الأصل إلا أهل السنة والجماعة. وأما غيرهم من أهل الأهواء فأول شيء من أعظم المخالفة الآن لأهل الأهواء تعرف أنه ليس من أهل السنة، أنه يعني يحرض على ولاة الأمور. فمن حرض على ولاة الأمور وأمر الناس بالخروج أو استهان بالحكام فهذا دليل على أنه ليس من أهل السنة، فأهل السنة قاموا بهذا الأصل حق القيام، ولم يتجاوزوا الحد في هذا الأصل، لم يتجاوزوا الحد. فيقولون طاعة ولي الأمر واجبة، لكن في غير معصية الله، فتجاوزوا الحد في طاعة أن تطيعوا ولو في المعصية. وهذا بعض أهل البدع يفعله، وبعض يعني الجهال يفعل هذا، يصل أن يطيع الأمر حتى في معصية الله لأجل مصلحة مالية أو يعني دنيوية، لأجل مصلحة دنيوية، أجل مال أو غيره. هكذا هم أهل يعني البدع. إذا كان منهم هؤلاء يعني الأحزاب والطوائف وعلى رؤوسهم الإخوان المسلمين، إذا كان منهم ولي الأمر، هؤلاء يعني هم خوارج العصر، الإخوان من الخوارج، يعني هؤلاء لا يرضون على ولي يعني أمر المسلمين، لا يرضون على أحد، ما رضيوا على عثمان حتى، لأنهم خوارج. من الذي قتل عثمان؟ والخوارج. هؤلاء ورؤوسهم يتكلم منهم سيد قطب يتكلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ما يرضون على أحد
إلا إذا كان منهم، فإذا كان منهم غلوا في الطاعة، يغلون في طاعة ولي الأمر إذا كان منهم. فمثلا ما حصل منهم في مصر، يعني خرجوا على ولي الأمر ويعني تظاهروا، ثم لما جاء منهم هذا مرسي، يعني جاء حاكم من هؤلاء الإخوان المسلمين، وهذا يعني مرسي نقول رحمه الله، نسأل الله أن يعفو عنه، يعني من يعني كان في أمريكا، في سجون أمريكا الذي جاءت به، ثم أول ما طلع على يعني رئيس لمصر ظهر الإخوان المسلمون طاعة ولي الأمر. أول مرة يقولوا طاعة ولي الأمر، الآن طاعة ولي الأمر، وقبل ما في طاعة، الآن طاعة ولي. طيب طاعة ولي الأمر نعم. ذهب هذا مرسي مباشرة إلى إيران وصلى خلف الرافضة وفتح حسينيات في مصر، كانت قبل ذلك ما توجد حسينية للشيعة، موجود الآن بسبب هذا فتحت حسينيات. ما أنكروا عليه هذا الفعل، حذف آيات الجهاد من المصحف، ما أنكروا عليه هذا الفعل، لا هذا طاعة ولي الأمر الآن. هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. فيعني مسألة خرجنا من هذا الباب، لكن للأهمية مسألة طاعة ولي الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يطاع في طاعة الله عز وجل، ولا طاعة له في معصية الله، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولو فعل ما فعل ولي الأمر المسلم، ولو فعل ما فعل ظالم وهكذا، يعني أهل السنة عندما يبينون مسألة طاعة ولي الأمر وأنه يجب طاعة ولي الأمر، ليس معنى هذا أنهم يقولون أنه ليس بظالم وليس لا، هذا فرق، هذه مسألة وهذه مسألة الظلم، وهذه مسألة أخرى. أما الآن نحن مسألة تقرير طاعته، وجوب طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضربك وأخذ مالك، وهؤلاء يستهزئون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هؤلاء يعني أصحاب اسمع وأطع وإن جلدك ضرب ظهرك وأخذ مالك. من قال هذا؟ هل قاله يعني علماء أهل السنة؟ هل قاله أهل السنة؟ من قال هذا؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استهزاء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يصل والعياذ بالله إلى الكفر، لا، أهل السنة يقولون طاعته. مسألة الظلم وما ظلم، نحن لا ننكر أنه مثلا أنه ظالم بمعنى هذا كلاما، لا نقول أنه ليس بظالم، لكن الآن واجب أن تطيعه، ولا يجوز لك أن تتكلم على مساوئه، لا تذكر هذا الحاكم فعله، لا يجوز، لأن هذا من الخروج، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخروج، والخروج له مفاسد كثيرة، كما هو يعني الدمار العربي الذي يسموه الإخوان المسلمين قاتلهم الله أن يفكون، قالوا الربيع العربي يسمونه، وهو الدمار العربي، دمر دول العرب، دمر الجيوش العربية التي كانت فيها قليل، دمر، والآن يحاولون تدمير ما بقي من مسألة دول الخليج، وكذلك السعودية في حناجرهم الآن، يريدوا أن تنتهي ضروري، لابد، ويسعوا من هنا ومن هنا، يكفروا يعني حكام السعودية، ويقولون هؤلاء ما يعني يسعون لخدمة الإسلام. وإذا رأينا أن السعودية تقدم للإسلام والمسلمين خيرا كثيرا، ولكن هؤلاء كما تقدم معنا لا يرضيهم إلا أن تكون معهم ومن حزبهم، وكذلك أن يكون ولي الأمر منهم، أنهم هم عندهم الوصول إلى الكرسي، هذا من أصولهم، أصول الإخوان المسلمين الوصول إلى الكرسي بأي وسيلة، بقتل المسلمين، بتكفير وغير ذلك. نسأل الله الثبات، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافاني ابتلاهم الله به. قال والطواغيت كثيرة رؤوسهم 5، إبليس لعنه الله ورأس الطاغوت، رأس الطواغيت، ومن عبد وهو راض، لابد أن يعبد وهو راض. وقال معبود يعني العبادة يعني غير الله، ومتبوع غيرهم. قال إبليس وهو رأس قلنا، ومن عبد وهو راض لابد، كفرعون أنا ربكم الأعلى، قال كفرعون أنا ربكم الأعلى، فمن عبد وهو راض هذا. وهكذا من يعني من يزعم هؤلاء يعني من غلاة الصوفية من كبارهم أوليائهم أنه ولي، وأنه يعني يسجد له ويتبرك به، فهذا أيضا يدخل في هذا. أما من عبد وهو غير راض كعيسى عليه الصلاة والسلام، عبد من دون الله، النصارى يعبدونه، وعزير كذلك، فهذا لا يدخل في هذا. قالوا من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أيضا ادعى أنهم يعني وإن لم يطيعوا، قال اعبدوني وإن لم يعبدوا أحد، إذا قال اعبدوني وإن لم يعبدوا أحد فهو من الطواغيت،
الطواغيت. ومن ادعى شيء من علم الغيب كالكهان والسحرة والمنجمين وغيرهم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة يعني طويلة، يعني مسألة بينها العلماء، وهي مسألة خطيرة، مسألة يعني الحاكمية كما يقول الإخوان المسلمين، وقد أضلوا فيها ضلالا كبيرا. فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله أو أنه مساوي لحكم الله. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، وإنما يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على يعني أن افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو معنى لا إله إلا الله، أي لا يعبد إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكون قد انتهينا من هذه الرسالة الطيبة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا، وأن يكون هذا حجة لنا لا حجة علينا، أن يكون هذا الدرس الذي درسناه وتعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. ولا بد من الحفظ إن شاء الله معكم هذه الأيام. من أكمل يأتي يسمع عندي، ليس في الدرس، في أي وقت تراجعوا، من أكمل يأتي يسمع عندي. تمام؟ أيوه، الذي يستطيع أن يسمعه كله طيب من البداية حتى النهاية، أو كل أصل لوحده، لابد كل أصل، ليس نص أصل فقط، لا، كل أصل، أصل الأول، الأصل الثاني. طيب نكتفي بهذا القدر. هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.